البنت دي مثلا لو هي متعلقه بشخص مده كبيره لمده 5 شهور، الشخص ده اوريدي هو متعود عليها، حتى لو هو ما بيعبرهاش حتى لو هو ما بيعبرهاش، هو عقله الباطن واخد انها موجوده، ابتهال موجوده في حياتي، حتى لو هو ما بردش عليها موجوده وبتكلمني كتير، ودي حاجه بتبقى مفرحه جدا. طيب لو بعد ال5 شهور دول هي اختفت تماما، بس هي اختفت بالنسبه له، وعلى الجانب الاخر شايفها على السوشيال ميديا تمام وبتنزل خروجات، يعني مش متضايقه، ولما اختفت وهي اخر مكالمه ما بينهم مش متضايقين، هنا بتفرق جدا. يعني دايما لما تيجي تعملي الحركه دي خلي ان اخر كلام ما بيننا ان احنا تمام وبنضحك وبنهزر وكل حاجه، عشان يعرف ان ده بمزاجك. لما يلاقي ان انت ما بقيتيش موجوده وفي نفس الوقت انت على السوشيال ميديا ماليه الدنيا بقى فيديوهات وهزار، وبعد كده يجي يكلمك وتكوني بتكلميه حلو، ايه ده كمان مش متضايقه، ده كمان مش بتعاتب، لا ده كده في حاجه غلط، فيبدا علامات الاستفهام تبدا. انت هنا بتبداي تسترجعي كل ال5 شهور دول، فيبدا يقول ايه، لا دي كل ال5 شهور دول ده هي اللي اللعبه في ايديها وهي اللي متحكمه في الموضوع، كأن هي اللي بتعلقني اصلا، مش انا اللي متحكم. الافعال الحاليه بتعيد كتابه الماضي.